نقدر نقول لك قبل واحد اليومين شفنا واحد، انا هما تعتبروه فنان ولا جاج، انا بعدا ما تعتبروش فنان، اللي هو راغب علامه ياك واقيلا لبناني الاصل ولا داكشي، هذاك غير مرحب به. عرفتي علاش؟ هو صراحه تصور مع قرد حيت هو قرد. علاش؟ لانه هو اللي كينعت واللي كيسب الامهات والمراه المغربيه اللي هي حره وواعره عليه ومجهده عليه في واحد التاريخ، ويجي بدوره ويجي دابا المغرب باش يبردنا. حنا ما كنساوش. لا 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 من غير. يا مرحبا يا العلامه، مرحبا بك في المغرب، يا مرحبا. شويه شويه ما نوقفش بزاف. دوسترو وين هي؟ ريلاكس ريلاكس. A few moments later. المغاربة المؤمنين يرونه أمير المؤمنين أم يرونه أمير المطبعين؟ واسمه أمير المؤمنين وإمارة المؤمنين وحفيد النبي صلى الله عليه وسلم. الإخوة المغاربة يسمون ملكهم أمير المؤمنين. ما أدري كيف أمير المؤمنين؟ أمير المؤمنين وبس. مبروك على أنه راح طبع مع كيان عمره 80 سنة وأنتم مملكة عمرها 14 قرن. إيش مملكة؟ مملكة العهر، مملكة القهر، مملكة الحقارة. لا حول ولا قوة إلا بالله. السلحفات امبارح بايت سهران مع النساء تاعكم، قولوا لي تاني تكذب، ياك شفناها في الفيديو، بايت سهران مع المدامات تاعكم، قال مرات هضر معاه قال لها باقي ليله باقي ليله. الليله جميله جدا، ليله لو باقي ليله. بلا أدنى شك أن العلاقات الجزائرية المغربية هي علاقات متوترة من جانب واحد، هي علاقات مقطوعة من جانب واحد، هي علاقات حب من الجانب المغربي وحرب من عسكر الجزائر وليس الجانب الجزائري، لأن سياسة العسكر تجاه الأشقاء المغاربة لا تمثل الجزائريين بل تمثل طغمة معينة تصل. أنت تتكلم جد؟ كيف اليوم الصحراء مش مغربية؟ فين المغربية؟ كانت الدولة المغربية، نتكلم عن الدولة المغربية. الدولة المغربية الآن الصحراء الغربية لم تكن يوما ما مغربية أبدا. لو كانت مغربية ما تقاسمها الملك الحسن الثاني مع موريتانيا، ولا تقاسمه ولا عرف الملك الحسن الثاني أن يتقاسمها مع رئيس هواري بومدين. ما عندكمش ضمير، ضمير لا يحمي المغفلين. سيدي قناة شوف تيفي، مرحبا بكم معنا من قلب مطار محمد الخامس، وقدوم الصحفي لطفي الغرس التونسي اللي كيحب المغاربة ويحب العاهل المغربي الملك محمد السادس نصره الله. إن شاء الله. رجال المغرب الذين يرسلون بنسائهم إلى سفير إسبانيا في بيته باش يعدي بهم ليلة، الذين يرسلون يعني شقيقاتهم إلى سفير إسبانيا بالمغرب وإلى سفير فرنسا بالمغرب، هذوما لطفي غرس يقول لهم ولا يذكرهم، لطفي غرس يذكرهم بشيء واحد ألا وهو حديث الرسول عليه الصلاة والسلام: الديوث لن يشم رائحة الجنة. أنا كده بدأت أتوغوش ودائما إلى جانب المغرب، ودائما الخرجات ديالو الإعلامية كانت ضد الخونة وضد أعداء الوطن وأعداء الوحدة الترابية. طب حد فيكم كلمها بقى، بلاش أنا كلمها. قولوا لي ما تكلمش على البوليزاري والصحراء، ولذا لطفي غرس يدعو الشرفاء بتاع الجزائر والشرفاء بتاع المغرب باش يكونوا يد واحدة، هاي لتحرير سبتة ومليلة. تبغوا اللي يطيحكم المورالين على والديكم. يا عياشة المغرب. والله يقطع اصبح عربي. والله راح نشري زلابية.